النهاردة هنعمل مع بعض دبس الرمان بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة قوي. ومكوناتها يعني بصي مفيش ابسط من كده. حاجة بسيطة والنتيجة معاكي حلوة جدا جدا وهتنجح من اول مرة. ما تقلقيش خالص. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. دلوقتي انا عندي الرمان. انا كنت في السوق بجيب يعني شوية حاجات وكده، فلقيت الرمان موجود بشكل كبير يعني. هو ده موسمه، موجود يعني كتير. رحت جبت 2 كيلو، قلت ان انا اعمل بيهم دبس رمان. وبالمره يعني ان انتوا تستفيدوا وتعملوه في البيت بدل ما تشتروه غالي، زي ما انتوا عارفين ان هو بيكون غالي يعني. بس احنا بنحتاجه في تتبيلات كتير، وبالذات في المشاوي بيبقى حلو قوي. وفي حاجات كتير انا واحده من الناس عن نفسي بحبه يبقى موجود عندي على طول، لاني بحتاجه في كذا تتبيله، وبيدي طعم رهيب في الاكل جدا. فجبت الرمان كده، غسلته كويس جدا جدا. بعد ما غسلته بقى حبيت ان انا اقطعه بطريقه بسيطه جدا ان انت تقدري تعمليها. اول واحده فتحتها كانت مش حلوه خالص، مع اني من بره كانت حلوه جدا ما فيهاش اي حاجه. بس ما علينا، مش مهم، رميتها زي ما شفتوا. هنا قطعت الرمانه بتاعتي على 4 كده. انت تقدري تقطعي بالطريقه اللي تحبيها وتقدري تعملي بيها. في ناس بتحب تخبط عليه كده اهو من بره وتنزل رمان، بتقولك بيبقى اسهل. بس انا بصراحه حبيت الطريقه دي اللي انا بقى يعني بفرط بيها الرمان على طول، فعملتها. انتي بقى اعملي زي ما تحبي براحتك. هتقعدي كده تفرطيه كله مع نفسك كده عادي. هتبصي تلاقيه خلص معاكي ومش تتعبي والله ولا اي حاجه خالص. طبعا احنا قلنا مع بعض كتير ان الحاجات اللي احنا بنحبها وبنبقى عايزين نعملها بحب بتخلص على طول، ما بتاخدش مننا وقت. لان انا عارفه ان في ناس كتير بتتضايق من الرمان وتفريطه وكده، بس هنعمل ايه بقى؟ المهم ما علينا. انا فرطته كده اهو بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. هفرط بقى الكميه دي كلها لحد ما اعملها يعني كلها. بس بعد كده بقى فرطته كله اهو قدامك بالشكل ده. انا دلوقتي هحطه في الخلاط من غير ميه ولا اي حاجه خالص، هو كده لوحده بس. طبعا الرمان كان كله مش احمر قوي، كان فيه منه اصفر شويه. فده لما بيكون احمر قوي بيخلي لك الدبس الرمان بتاعك بيكون لونه احمر شرباتي كده قوي. بس ده ما كانش كده قوي. بس ما علينا، برضو هو حلو وطلع جميل وكل حاجه. فطبعا فضيته كله كده في الخلاط، ومش هضيف عليه اي حاجه زي ما قلت لك خالص. هضربه كده اهو زي ما هو، بطريقه سهله جدا وبسيطه. انت اول ما تحطيه في الخلاط وتشغلي الخلاط هتبصي تلاقيه نزل الميه بتاعته بمنتهى السهوله، ومفيش اي مشاكل خالص، ومش هيحتاج منك ميه ولا اي حاجه. كده اهو كده ضربته خالص. جبت بقى مصفى، وقلت ان انا بس المصفى تكون ضيقه جدا جدا عشان التفل بتاع الرمان ما ينزلش منك لو عملتيه بالمصفى العاديه. فكده تبقى اكنك ان انت ما صفيتيهوش. ولو متوفر عندك شاشه تقدري ان انت تحطيه فيها برضو وتعصريه. بس انا بصراحه ما كانش متوفر عندي، فعملته بالمصفى الضيقه جدا ديت، وما نزلش اي حاجه غير الميه بتاعته. وبرضو قعدت اضغط كده على البذر بتاعه ده ولا التفل بتاعه بالمعلقه لحد ما عصرته كويس جدا جدا ونزلت كل اللي كان فيه. انا حبيت ان انا اوريكي برضو انا عملته ازاي يعني، عشان انتي تكوني واخده بالك من من خطوات تصفيته. ممكن تاخدي اللي لو انتي متوفر عندك الشاشه برضو، بعد ما تعصريه بالمصفى الضيقه دي تحطي فيه شاشه وتعيدي عليه تصفيه تاني لو يعني مش متاكده من تصفيته. هنا بقى كنت خلاص صفيت الكميه كلها، حطيت عليه ربع معلقه كده صغيره من الملح، وهنزل عليه برضو بنص معلقه صغيره من السكر. وهدوب ده كله كده اهو مع بعضه بشكل كده مستمر، عشان لما ارفعه على النار يكون كله دايب مع بعضه. هرفعه بقى ياخد كام غلوة كده اهو مع بعضه على النار. بعد كده بقى ههدي النار عليه خالص 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 واسيبه براحته. وعلى فكرة بياخد وقت طويل جدا جدا، عشان ما تقلقيش من الخطوة دي. هو بياخد وقت كبير بصراحة على النار، يعني حوالي ساعتين 3 كمان. وكوني موطيه عليه خالص. انتي هتبصي تلاقي القوام بتاعه قصر خالص، ويعني بقى قليل شوية معاكي. ما تقلقيش خالص من الخطوه دي. انا لما كده سيبته غلي قوي رحت موطيه عليه، قعد حوالي 3 ساعات. بصي هو كده قصر خالص، قوامه ازاي معايا.
طبعا هو مش يعني مش هيتقل معاكي غير لما يقعد في الازايز بتاعتك. انت هتحطيه عادي كده، هو خلاص انا هطفي عليه وهشيله من على النار، وكده بقى جاهز معايا، قوامه مظبوط وتمام وحلو قوي. هياخد بس الغلوه الاخيره دي كده هو مع بعض، عشان انا عليت بقى عليه النار بعد ما لقيت القوام بقى كده. وهاخده بقى ان انا احطه في الازازه. بعد ما تسيبيه ويبرد خالص هتبص تلاقيه القوام بتاعه تقل معاكي. انا كان عندي الازازه دي كنت جايبه فيها دبس رمان، عملته فيها، ويعني بعد ما خلص مرضتش ارميها، رحت قلت ان انا اعمل فيها الدبس بتاعنا. وكان جميل جدا وبسيط قوي، وتكلفته سهله جدا. عايزه اقولك انا كنت جايبه ال2 كيلو رمان دولت ب10 جنيه. طبعا ازازة الدبس رمان عمرها خالص ما بتبقى ب10 جنيه، كلنا عارفين سعرها، وطبعا على حسب النوع كمان اللي انت بتشتريه. لكن ده بقى عملناه يعني ال2 كيلو طلعوا لي الازازة دي. يعني يعتبر انا اشتريت الازازة دي ب10 جنيه، بس حاجة مضمونة وحاجة حلوة جدا وحاجة احنا عارفين عاملينها ازاي، ما فيهاش اي مواد حافظة. وتعيش معاكي، على فكرة بيعيش معاكي من السنة للسنة، يعني ما تقلقيش خالص منه، مش هيحصل له اي حاجة. وبجد بجد كان رهيب وريحته حلوة جدا. وطبعا انا مش هقولك يعني ان اللي بره بيكونوا اصلا حاطين فيه نكهة الرمان بس، لكن مش رمان اللي احنا عاملينه، الحاجة المركزة اللي هي هتخليلك اكلك زي السكر وتحفة. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وسريعة بالنسبة لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. بجد هيوفر عليكم كتير قوي. ولو حبيتي ان انت تضاعفي الكمية هتزودي بس الملح تخليه معلقة لو هتعملي مثلا 4 كيلو. وبالنسبة للسكر هنحط معلقة مثلا كبيرة من اللي هي بتاعة الأكل، عشان يبقى القوام مظبوط معاكي. ده كان مقادير الاتنين كيلو. فانت عشان تظبطي حاجتك فهتزودي بس شوية في الملح وشوية في السكر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدت منه بأي حاجة، وبإذن الله اشوفك في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.